يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ ورب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من الكوره من على الكنبه وملخص جديد للدوريين الانجليزي والاسباني. ارسنال بيتعثر وبيتلقى اول خساره ليه في الموسم على ملعب الانفيلد قدام ليفربول بنتيجه 1-0 بصاروخيه سابوزلاي لا تصد ولا ترد في الدقيقه 83 وبيخطف بيها ال3 بونت. اما عن السيتي اللي بيخسر تاني ماتش ليه على التوالي قدام برايتون بنتيجه 2-1 في الدقيقه 89 وهدف قاتل. ويبدو ان حكايه البيب والسيتي شرفت على الانتهاء، وتشيلسي في ستانفورد بريدج بيحقق فوز صعب جدا على فولهام بنتيجه 2-0. ولكن على العكس تماما وشتان الفارق ما بين ماتش تشيلسي وويست هام وما بين تشيلسي وفولهام. الاداء في الماتش ده ما كانش فيه اداء اصلا يذكر مقارنه باداء ويست هام. وعلى الناحيه الثانيه توتنهام بيخسر على ملعبه قدام بورنموث بنتيجه 1-0 مع الرأفه، لان لك ان تتخيل ان الماتش ده كان ممكن يخلص بسكور تاريخي 6 مثلا. واخيرا مانشستر يونايتد بيحقق اول فوز ليه في الموسم في كل البطولات بالفوز بثلاثيه مقابل هدفين على بيرنلي بعد مباراه عصيبه جدا، وده بعد الخروج في الماتش اللي فات من كاس الكاراباو في الجوله الثانيه قدام فريق دوري درجه رابعه. اما في اسبانيا واللا ليجا فبرشلونه بيتعثر في اول ماتش ليه قدام راي فايكانو بسيناريو عجيب وغريب جدا، وكلام كتير على الماتش ده لان الاوضاع في برشلونه صعبه جدا والدنيا مكركبه على الاخر. وعلى الناحيه الثانيه في حواري مدريد فريق مدريد بيحقق فوز صعب على ريال مايوركا بنتيجه 2-1. هنتكلم بالتفصيل عن كل الماتشات دي، بس قبل ما نبدا تعمل لايك، يعني عيب نبقى عشره كده وانت كل مره انا بفكرك تعمل لايك، ولو مش عامل سبسكرايب للقناه اعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. وخلينا نبدا كلام في الكوره ولكن من على الكنبه. كالعاده هنبدا من البريمير ليج، وكالعاده برضه هنبدا مع ارسنال. والسؤال اللي بيطرح نفسه في بدايه الكلام هو لحد امتى ليفربول هيفضل محظوظ بالطريقه دي؟ يا سيدي مش هقول لك ان احنا نستحق المكسب في الماتش كله، وهنقول ان الفريقين كل واحد منهم لعب شوط، بس على الاقل ارسنال لعب في الشوط الاول وحاول في كوره او اتنين، بس الكور دي ما ترجمتش الاهداف. شوط اول شاط فيه ارسنال 6 تسديدات مقابل تسديدتين بس لليفربول، وليفربول في الشوط الثاني هو اللي بقى اداؤه افضل وحاول في اكتر من كوره وبرضه فرصه دي ما ترجمتش الاهداف، لحد ما جه الواد سوبوزلاي وبعت صاروخ ارض جو من نص الملعب تقريبا من ضربه ثابته عشان يسجل بيه الهدف القاتل وهدف الفوز لليفربول في الدقيقه 83، ويعلن عن انفراد ليفربول بالصداره بعد فوز صعب ومهم جدا على ارسنال في الانفيلد. ارسنال بدا الماتش ده بغيابات مهمه جدا في كل خطوط الفريق تقريبا. رقم 1 غياب بوكاي ساكا للاصابه في خط الهجوم. رقم 2 عندك اوديجارد اهم لاعب في نص الملعب تقريبا واللاعب الوحيد اللي بيخلق حلول هجوميه متنوعه من العمق الارسنال. والموضوع ما وقفش لحد هنا، ويليام ساليبا بيتصف في اول 10 دقائق وينزل مكانه موسكيرا، والحمد لله نقدر نقول ان كل خط كده من خطوط ارسنال فيه اصابه واصابه لاعب اساسي، فما كانش ينفع نتكلم عن الماتش من غير ما نتكلم عن غيابات ارسنال اللي ضربته في مقتل وفي وقت صعب جدا قبل اهم ماتش تقريبا في بدايه الدوري وفي اصعب ملعب في انجلترا ممكن نزوره خلال الموسم كله. ولكن انا اعتبر والله على مستر ميكيل ارتيتا على اختياراته الهجوميه اللي بدا بيها. انا عايزك تقنعني ازاي ان خط هجوم فيه مارتينيلي وماديوكي في نفس الوقت ممكن يعمل حاجه. مارتينيلي تقريبا بقاله موسمين ما بيعملش حاجه غير انه بياخد الكره يطلع بيجري بيها لحد ما يوصل لخط المرمى وبعد كده تتقطع منه او بتطلع بره. وعلى الناحيه الثانيه ماديوكي بيفضل يرقص من هو جاي على الجنب لحد ما يوصل لمنطقه الست يارده وما ياخدش اي حلول وبعد كده بتقطع منه بره. والحقيقه ان برده صفقه نوني مادويكي دي كانت غير مفهومه بالنسبه لي. ليه كل مره لازم اروح اخد الزباله اللي اتبقت من تشيلسي زي ما عملنا في كاي هافرت جورجينيو وديفيد لويس وكل الشكيله اللي جت دي؟ وعلى الناحيه الثانيه ليفربول ما كانش عنده غير غياب مهم المركز الظهير الايمن وهو جيرمي فريمبونج. ارن سلوت بيبدا المركز ده بسوبوزلاي، وكان طبيعي جدا ان احنا نشوف ليفربول هو الفريق اللي واقف على رجله وبيحاول اكتر في الملعب. ولكن على العكس تماما ليفربول ما قدرش يحقق اي خطوره في الشوط الاول، اللهم كوره دافيد رايا اللي غلط فيها غلطه وكان ممكن يكلف ارسنال هدف في بدايه الماتش والسيناريو يتقلب تماما. في بدايه الشوط الثاني شفنا فيرتس بيعمل اول خطوره ليه مع ليفربول عن طريق استلامه حلوه جدا جوه منطقه الجزاء وبعت صاروخ لدافيد رايا عشان يصده وترد الجاكبو اللي كان اوفسايد وقتها والهدف بيتلف. وبيفضل الماتش مع اقرب فتره وليفربول بيحاول في اكتر من كوره ولكن في الاخر ما بيقدرش يوصل لهدف لحد ما بيوصلهم سوبوزلاي وبيخلص الماتش لصالح ليفربول في اخر 10 دقائق. وطبعا يحسب لارسنال ومستر ميكيل ارتيتا ظهورنا بالشكل التنافسي ده قدام ليفربول على الرغم من الغيابات اللي موجوده معانا في الفريق. ارسنال وعقده الفوز في الانفيلد ما زالت مستمره للسنه ال 14 على التوالي. اخر مره ارسنال اصلا كان محقق فيها فوز في الانفيلد كان ميكيل ارتيتا نفسه هو بيلعب في ارسنال. وانا كده كده مش هقدر الوم ارسنال قوي لان احنا بالورقه والقلم بنقابل اقوى فريق في انجلترا، فريق صارف قرابه النص مليار يورو حرفيا في الميركاتو الحالي اللي كان شغال، واحنا بنتكلم اننا ناقصين اتنين من اهم لعيبه الفريق. الله بس يسيب الخير يورجن كلوب، زمانه قاعد بيسب في سره دلوقتي عن كل اللي كان بيحصل معاه اصلا ايام ما كان ماسك ليفربول. كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات بتاع ملخص الجولات وبودكاست يوم الجمعه ان سلاح ارسنال الحالي اللي هو الضربات الثابته ممكن يبقى سلاح ذو حدين. اي نعم ارسنال متقن للضربات دي بشكل مرعب وكل الفرق بتخاف منه، ولكن على عكس ما توقعنا
قلنا ان ليفربول تقريبا ابطل مفعول الضربات الثابته دي عند ارسنال في الماتش ده. وليه كنا قلنا ان الضربات الثابته دي سلاح ذو حدين؟ لان تقريبا ارسنال فقد شكله واداء الهجومي من كتر اعتماده على الضربات الثابته دي في انه يخلص بيها ماتشات، ونسينا اننا اصلا بنبني فريق بقالنا 5 سنين تقريبا، والاداره بتدعم في صفقات حاليه عشان خاطر نكون فريق يكون بيقدم اداء وسيزون تنافسي وفي الاخر يتوج ببطوله. والمصيبه الاكبر بالنسبه لي كانت فكره ان احنا فقدنا 2 من اهم اللعيبه في الفريق اللي هم اصلا بيخلقوا الحلول الهجوميه المتنوعه دي غير الضربات الثابته، وبناء عليه ما عرفتش تعمل حاجه طول الماتش. في الاول كنا بنقول ان ارسنال بيخلق فرص كتير جدا بس ما فيش مهاجم يترجم الفرص دي لاهداف. دلوقتي المهاجم ده بقى موجود، بس حرفيا ارسنال كان بيعاني في ايجاد حلول هجوميه من العمق. ثلاثيه ديكلان رايس وزوبيميندي وميكيل ميرينو في خط النص ثلاثيه تقيله بس ما فيهاش مايسترو زي اوديجارد يقدم لك الحلول الهجوميه دي. وثنائيه نوني مادويكي وجابريال مارتينيلي دي كانت هتبقى افضل بكتير قوي لو كنا نزلنا مكان الناحيه الثانيه مادويكي ايسن نوانيري والناحيه الثانيه مكان مارتينيلي ايزي من بدايه الماتش، كان ممكن الموضوع يختلف تماما. لان لك ان تتخيل ان ارسنال كان بيعاني في توصيل الكره لجيوكيريس وكان منعزل تماما تقريبا. وعلى الناحيه الثانيه ارني سلوت واضح انه كان مجهز لعيبته جدا للماتش ده، لاننا ما شفناش الكوارث الدفاعيه اللي حصلت في الماتشين اللي فاتوا. فيرتس بدا يشتغل وده هيفرق كتير جدا مع هجوم ليفربول زي ما قلت قبل كده. والحاجه اللي تحسب لصالح فريق ليفربول هو نفسه الطويل لحد نهايه الماتش. وطبعا مش محتاجين نقول ان سوبوزلاي تقريبا هو اللي خطف ال3 بونت دول لصالح ارني سلوت. نروح بقى لمانشستر سيتي اللي الدنيا معاه كركبه خالص وبيخسر للمره الثانيه على التوالي قدام برايتون بهدف قاتل في الدقيقه 89. والسؤال هنا، هل شعرفت قصه بيب جوارديولا ومانشستر سيتي على الانتهاء؟ جوارديولا بدا الماتش ده برباعي خط الدفاع ماتياس نونيز وستونز وخوسانوف وايات نوري، وثلاثي خط النص كان بيتكون من برناردو سيلفا ورودري وريندرز. ولكن على عكس كل التوقعات ما زال مانشستر سيتي بيعاني في الخط الدفاعي من السيزون اللي فات، والحقيقه ما حدش فاهم ايه السبب لحد وقتنا هذا. هل اللعيبه دي فقدت الثقه في نفسها؟ طب هل اللعيبه دي شبعت اصلا؟ ما انا عايز اقول لك ان اصلا خط دفاع السيتي اللي موجود ده كله يعتبر جديد ما عدا ستونز. اخطاء غريبه وتشتت واضح جدا في ارضيه الملعب. في الشوط الاول مانشستر سيتي حاول في اكتر من كوره عن طريق ايرلينج هالاند اللي بيسجل بنفسه الهدف الاول للسيتي في الدقيقه 34 باسيست من عمر مرموش. قلت بس شكلها كده فتحت والماتش ده ممكن يرجعنا للسيتي بتاع الموسم اللي قبل اللي فات. ما ينفعش اقول لك الموسم اللي فات اصلا لان احنا لسه بنعاني من نفس الحاجه. ويبدا الشوط الثاني وبرايتون بيضغط على مانشستر سيتي واللي كان حرفيا دفاع مفتوح فيه شوارع. كان ممكن برايتون يسجل هدف في بدايه الشوط الثاني عشان في الدقيقه 67 برايتون بيسجل هدف التعادل عن طريق ضربه جزاء سجلها جيمس ميلنر. وفي الدقيقه 89 وفي هجمه مرتده بيروح بيها برايتون من نص الملعب تقريبا، وزي ما قلنا دفاعات السيتي كانت غير موجوده تماما، وبيسجل منها براجان جرودا الهدف الثاني بعد ما رقص فيها ايات نوري وترافورد حارس المرمى، وبيعلن عن فوز برايتون بهدف قاتل. ويبدو ان جوارديولا بيمر بواحده من اصعب فتراته مع مانشستر سيتي، ولحد وقتنا هذا مش عارف يخرج من نفق المظلم بتاع السيزون اللي فات. فهل ممكن نشوف فعلا اليوم اللي هيمشي فيه جوارديولا من مانشستر سيتي عشان خاطر ما بقاش عنده جديد يقدمه مع الفريق؟ اما عن تشيلسي فبيحقق فوز صعب جدا على فولهام بنتيجه 2-0 في ستانفورد بريدج، ولكن المره دي الفوز بيجي بشكل مختلف تماما عن الفوز على ويست هام. بعد ماتش ويست هام ده طلعت وقلت ان تشيلسي اخيرا تخلص من عقده الاعتماد على كول بالمر من السيزون اللي قبل اللي فات، وتشيلسي خلاص بمنحدر لان فعلا شكلهم ومستواهم كان حلو جدا على كل الاصعده، ولكن الشكل كان مختلف تماما خصوصا في الشوط الاول قدام فولهام. ماريسكا بدا تشكيل ماتش فولهام بنفس التشكيل اللي فات، ولكن سبحان الله تحس الفريق لما بيرجع ستانفورد بريدج بيتكتف تقريبا. شوط اول كامل من تشيلسي مش عارفين يوصلوا فيه للثلث الاخير من ملعب فولهام بدا الماتش بضغط عالي، وبالفعل في الدقيقه 21 جوشوا كينج بيروح في هجمه مرتده لصالح فولهام بيسجل منها الهدف الاول، ولكن بيتلغي بعد الرجوع للفار واحتسابه فاول. ومع اقتراب نهايه الشوط الاول كايسيدو بيعمل افضل تصدي في الجوله دي من وجهه نظري، هو تصدي لان ده افضل بلوك اتعمل شفته في الجوله دي تقريبا، وبينقذ تشيلسي من هدف محقق كان ممكن يغير شكل الماتش تماما. وطبعا مش محتاجين نقول ان كايسيدو حاليا افضل ديفندر في الدوري الانجليزي، ومش هكون ببالغ لو بقول ان كايسيدو افضل ديفندر في العالم. في خط النص انزو فرنانديز كان سيء جدا، وفي الخط الهجومي الجناحين ستيفاو ونيتو كانوا عطلانين تماما، عشان في نهايه الشوط الاول بيقدر جواو بيدرو انه يسجل الهدف الاول لتشيلسي في الدقيقه 9 من الوقت بدل الضايع، وده اللي تقريبا افقد ماركو سيلفا اعصابه زي ما شفنا. هدف قتل لعيبه فولهام معنويا في نهايه الشوط الاول، وخلى لعيبه تشيلسي نازلين الشوط الثاني واثقين من نفسهم اكتر، عشان في اول 10 دقائق من الشوط الثاني بتيجي ضربه جزاء لتشيلسي بيسجلها انزو فرنانديز، وهنا الماتش بينتهي تماما. وفي ظل تطور تشيلسي مع انزو ماريسكا لازم نشيد بتطور تشيلسي نفسه في الضربات الثابته، سجل ضربتين ثابتتين في ماتش ويست هام وضربه ثابته ثانيه في ماتش فولهام. فوز مهم جدا للبلوز، بيقدروا يكسبوا ويطلعوا بال3 بونت حتى وهم مستواهم سيء. ماريسكا في اخر اسبوعين تقريبا بيتضرب بصابتين مهمين جدا عنده في الفريق هما ديلاب وكول بالمر، وبيقدر يطلع بال6 بونت من خلال الماتشين، وبيقدر يكسب وهو كويس او مش كويس، وده مؤشر ايجابي جدا بيقول لنا ان تشيلسي تطور كتير جدا مع انزو ماريسكا. خلينا ما نروحش بعيد ونفضل في لندن زي ما احنا ونطلع على توتنهام بيخسر من بورنموث بنتيجه 1-0، وكان ممكن الماتش ده يخلص سكور تاريخي لولا الحظ وقف مع توتنهام. بنتكلم في فريق قدر يسجل هدفين في الشوط الاول على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، واول تسديده ليه على ملعبه قدام بورنموث كانت في الدقيقه 68 في الشوط الثاني، وعموما كانوا هم كلهم على بعض 5 تسديدات لتوتنهام في الماتش كله قصاد
19 تسديده لبورنموث، وده على الرغم من استحواذ توتنهام وصل لحد 62%. في الدقيقه 5 ايفانيلسون بيسجل الهدف الاول لبورنموث عشان يبقى بدايه الغزو قدام توتنهام، وحرفيا الماتش ده كان ممكن يخلص 6 مستريح جدا. بورنموث قدم ماتش عالي جدا، وحرفيا اراولا تفوق في جميع الاصعده على توماس فرانك. توماس فرانك قال شخصيا في المؤتمر اللي بعد الماتش ان فريقه محتاج يتعلم انه يلعب المباريات بشكل مختلف. مواجهه مانشستر سيتي حاجه ومواجهه بورنموث حاجه ثانيه خالص. مش كل الفرق هتلعبك حسب منطقه راحتك ويدولك فرصه انك تضغط وتلعب على المرتد. في انديه هتسيب لك الكوره وانت مطالب تتصرف وتفك الدفاعات وخطوط الضغط. يمكن وجود لاعب زي تشافي سيمونز بعد كده يدي بعد تاني للفريق، لان وجود لاعب مهاري يقدر يفك التكتلات الدفاعيه دي زي تشافي سيمونز هيكون مهم جدا لتوتنهام، لان كل اللعيبه اللي موجوده في توتنهام تقريبا يا اما لعيبه سريعه زي قدوس وبرنان جونسون، يا اما لعيبه قويه بدنيا زي بالينيا وريتشارلسون وسولانكي. وشئنا ام ابينا ان ده ممكن يكون اخر موسم لاراولا مع بورنموث، لان اكيد كده الموسم اللي جاي هيكون مطلوب في فرق اكبر سواء بره الدوري الانجليزي او في الدوري الانجليزي. نروح بقى للشياطين الحمر اللي اخيرا بيحققوا اول فوز ليهم في كل البطولات السيزون ده بعد الفوز على بيرنلي بنتيجه 3-2. انا بصراحه ما عنديش كلام اقوله، لان كده ما اتفرجتش على الماتش، لان مانشستر يونايتد مش سامح اصلا لحد من بره جمهوره يتفرج على ماتشاته، وربنا يكون في عون جماهيره والله. اما على الليجا والدوري الاسباني فبرشلونه بيتعثر للمره الاولى قدام راي فايكانو بالتعادل 1-1 على ملعب راي فايكانو، اللي انا مش فاهم لحد دلوقتي ده ملعب ازاي مسجل اصلا في الليجا. وكنا ممكن الماتش ده نخسر عادي جدا لولا الاخطبوط خوان جارسيا. ويمكن الحسنه الوحيده اللي طلعنا بيها من الماتش ده هو ان اخيرا برشلونه بيمتلك حارس مرمى بمعنى الكلمه بعد معاناتنا الكام سنه اللي فاتوا سواء مع شتيجن او غيره. مستر هانز فليك بدا الماتش ده بخط دفاع مختلف عن الجوله الاولى والثانيه، كوندي وبالدي وايريك جارسيا وكريستنسن في خط الدفاع، ودي ثنائيه مساكين مختلفه عن الماتش الاول والماتش الثاني. ومن بعد رحيل انياجو مارتينيز عن الفريق ومستر هانز فليك ما استقرش لحد وقتنا هذا على الاثنين المساكين سواء من كوبارسي او اراوخو او جارسيا او كريستنسن. هدف برشلونه الاول جه عن طريق ضربه جزاء كان عليها كلام كتير جدا، ولكن بعد ما الماتش خلص واتعدت اكتر من مره واكتر من زاويه، انا من وجهه نظري انها ضربه جزاء صحيحه عادي جدا. لاعب رايو فايكانو احتك مع لامين يامال في منطقه الجزاء وكان في احتكاك عن طريق الفخذ، وطبعا عشان الفار ما كانش شغال الحكم ما رجعش للفار في اللعبه دي، وبالفعل الحكم كان قايل للمدربين واللعيبه قبل ما الماتش يبدا. وزي ما قلت في الملخص اللي فات ان برشلونه هيعاني بعض الشيء في الدفاع بعد رحيل انياجو مارتينيز اللي كان مايسترو خط الدفاع ومسدد التسلل مستر هانز فليك. لك ان تتخيل ان فريق زي رايو فايكانو كان ممكن يسجل عليك 4 اهداف محققين لولا تالق الحارس. وعلى الناحيه الثانيه في الهجوم معلش بس يا رجاله، هو ايه الاداء ده؟ ما احنا في اول الدوري ولسه بنقول يا هادي. مستر هانز فليك محتاج يوجد حل سريع جدا لخط الدفاع ده. اي نعم الراجل بيعاني من اول ما جه مع اداره النادي خوان لابورتا، وفي فرقه عماله تصرف ملايين وانصاف مليارات في الميركاتو الحالي ده، وبرشلونه داخله الميركاتو ده ب 25 مليون يورو، وبنحاول نحافظ على بقيه اللعيبه اصلا اللي موجودين في الفريق. والحمد لله ان صفقه فيرمين لوبيز ما تمتش اصلا لتشيلسي. الحلول الفرديه في الفريق حاليا مش موجوده غير عند لامين يامال وبيدري، وده على عكس الموسم اللي فات تماما. وبما اننا داخلين على فتره توقف دولي فاعتقد ان مستر هانز فليك ان شاء الله هيجد الحل والبديل في اسرع وقت ممكن، وهتكون انطلاقه قويه من بعد فتره التوقف الدولي زي ما حصل السيزون اللي فات. اما عن الغريم ريال مدريد فبيحقق فوز صعب بنتيجه 2-1 بعد تقدم ريال مايوركا عليه في الشوط الاول. كتيبه تشابي الونسو مختلفه تماما عن كتيبه ريال مدريد الموسم اللي فات. انا عارف ان الكلام ده لسه بدري عليه، بس زي ما قلت برضو في الفيديو اللي فات ان التغيير واضح جدا على ريال مدريد كامله. على سبيل المثال اردا جولر مثلا اللي كان حبيس دكه انشيلوتي بقى هو واحد من اهم لاعبين ريال مدريد حاليا مع تشابي الونسو. كان احسن لاعب في ماتش ريال مايوركا ده وسجل هدفين، واحد منهم اتحسب والثاني اتلغى. جولر اهم لاعب حاليا تقريبا في منظومه تشابي الونسو، واعتماد تشابي الونسو عليه هيكون نقله كبيره جدا ليه في المستقبل. وحاليا تشابي الونسو بيستخدمه في الخروج بالكره وبناء اللعب وصناعه الاهداف. وفينيسيوس جونيور بيرجع لمستواه مره ثانيه من بعد قعدته على الدكه في الماتش اللي فات، وفي الماتش ده كان مقدم مستوى عالي جدا وسجل الهدف الثاني لريال مدريد عن طريق مجهود فردي محدش غيره شارك في الكوره، ووصل ل 100 مساهمه في الدوري مع ريال مدريد. ولو فينيسيوس ركز اكتر في الملعب من انه يركز مع الجمهور والحكام هيقدم مستوى تاني خرافي عن اللي بنشوفه حاليا. امبابي كان جعان اهداف في الماتش ده وسجل هدفين بس جيس وات اتلغوا برضه بسبب التسلل. والله لحد وقتنا هذا تخيل ان امبابي كل ماتش بيسجل له هدف او 2 وممكن يطلعوا تسلل. صفقات الريال الجديده حقيقي حسنت الفريق جدا. الكسندر ارنولد ما زالت تمريراته وعرضياته بتشكل خطر كبير جدا من ايام ليفربول، وعايز اقول لك ان الاربع صفقات الجداد دول ارنولد وكاريرس وماستانتونو وهويسم مشاركين في الهدف الاول بتاع ريال مدريد، وكاريرس انقذ هدف مؤكد في الدقيقه 64. وبرده زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان كاريرس وماستانتونو تحسهم في سكواد ريال مدريد بقالهم 3 سنين تقريبا. واعتقد من بعد ظهور دي هويسم في الفريق جماهير ريال مدريد ادركت يعني ايه يبقى عندك مدافع في الفريق بيعرف يلعب برجله، سواء بقى تمريرات كسر الخطوط، سواء مشاركه هجوميه، سواء تمريرات في العمق، سواء تمريرات من خط الدفاع للخط الهجومي مره واحده. واعتقد ان امبابي هينبسط جدا بالتمريرات دي في الماتشات اللي جايه. الريال فاز في اول 3 ماتشات السيزون ده، وده احسن من السيزون اللي فات اللي فاز فيهم في ماتش وتعادل في ماتشين. الفريق استقبل هدف واحد بس من ركله ركنيه، ودي مشكله لسه بتقابل ريال مدريد من الموسم اللي فات. ونقطه الضعف الوحيده اللي انا خدت بالي منها ظهرت في ال3 ماتشات اللي فاتوا وهي اللياقه البدنيه. اللعيبه بتيجي في الشوط الثاني ومش قادره تكمل وتجاري لحد 90 دقيقه، ولاعيبه كتير بيقل مجهودهم في الشوط الثاني وبيوضح عليهم الارهاق. فكل اللي اقدر اقوله ان الونسو تقريبا محتاج يشتغل على نقطه التطور البدني دي شويه.
ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب على الشانل وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه، وما تنساش تتابعنا على باقي المنصات. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.